طيب، العم قتلوه؟ لا، قلت لك قتلوا العم. هلا اغتالوه. الباقي بحياتكم. تسلم. بدي تعرفوا لي مين اللي اغتالوا لعمي وتجيبوا لي كل المعلومات عنه. طيب انتوا انتهيتوا من شغلتكم يا معلم؟ ليش ما بتحكي لنا الحقيقة؟ الحقيقة الوحيدة هي الموت هيك. الحقيقة هي انك تكون القاتل. انا قضيت 30 سنة من عمري معه. بظن 30 سنة بتكفي لتثق بشخص، بس مشان ما اغلط انا ما عندي حدا خاف منه. هيك نظامي، ومن اهم الشغلات اللي بتبعها بنظامي هي تبديل الوظائف دائما. انت يا مراد صرت برات النظام وعلاقتك معي وبس. وشو المقابل؟ نحكي بالتفاصيل بعدين. تفضل لوصلك على الباب. اوعك تحكي شيء قدام القرخان لي قبل ما يخلص كلامه، ماشي؟ وانت اوعك تحكي هيك مع شخص دارس حقوق، ماشي؟ مين عم يصرخ؟ ممنوع تجي لهون. كيف يعني ممنوع؟ شو اللي عم يصير هون؟ آسف ما فيني أقول لك يا خانم. طيب انت ما سمعت، انا بدي اطلع لفوق. لو سمحتي. بعد اذا بتريد. آسف ما فيني خليكي تطلعي. سمعت حدا عم يصرخ، بلكي حدا عم بيموت هون. قلت لك بدي اطلع، يعني بدي اطلع، ما حدا رح يمنعني ببيتي. هي أوامر أبوك.